انا بقى يعني من اللي بيلفت نظري المسلسلات ازاي كنا بنعملها المجموعه دي كلها مع بعض، وبيتجمعوا ازاي من غير ما حد يتشاكل مع حد، من غير ما يبقى حد شايل من حد. المهم كله ازاي يتعمل الشغل ويطلع في احسن حالاته يعني. ده زمن فعلا قليل شويه انه يتكرر يعني. فانا استمتعت لان كمان في مجموعه من الممثلين هايلين، الزملاء يعني والزميلات، فادي عبد الغني، نهال عنبر، استاذنا محمود ياسين طبعا، احمد زاهر، داليا مصطفى، هشام المليجي كنت اول مره اشوفه واشتغل معاه. لا في الله يرحمه اسماعيل محمود رحمه الله عليه، وماجدة الخطيب الله يرحمها. لا في مليان. أنا بشوف إن شخصيات المسلسل والصراع اللي كان موجود بينهم طول الوقت، وشخصية حامد نفسه الغرباوي اللي هم بتشوفيه في عز قوته، وإزاي ده كله بيتراجع، القوة دي بتتراجع أمام الصراع بتاع أولاده وأحفاده. فهنا ده بتشوفي إنه يعني ده الممثل الحقيقي بقى. فهنا الحقيقة إنه يعني محمود ياسين في هذا الدور، لو أنت كده وأنت مغمضة تقولي إن هو يعني يستحق عليه الكثير من الجوائز، وهو أكيد أخذ جوائز كتير وقت عرضه. العصيان كان من المسلسلات اللي بتقعد الناس في البيت، يعني برضه في مسلسلات كده على مدار تاريخنا نقول عليها ده كان بيقعد الناس في البيت، فمنها العصيان كان بيقعد الناس في البيت. لان برضه زي ما بقول لك احنا يمكن اتكلمنا في قضايا تانية، في بعض المسلسلات لمست على فكره الميراث، ولكن فكره الحجر دي فيها قسوه شديده جدا. فانت بتقعدي كانك بتتفرجي، يعني كل واحد ممكن، في ناس بيبقى عندها فلوس ممكن تشوف نفسها في نفس الوضع، وده من جمال المسلسل والسيناريو، ان انت بتشوفي هنا يعني هل ممكن انا واولادي يعملوا ده؟ تطرحي السؤال على نفسك، فهتبتدي من هنا بتتماهي مع شخصيه زي شخصيه حامد الغرباوي. هل انا اخطات؟ هو كمان بعض الناس ممكن تعمل مراجعات لنفسها في طريقه تربيه ولادها، بتديهم ايه وما بتديش ايه. فده دور الدراما، يعني احنا لو بنتكلم بقى عن دراما مؤثره، هو ده جزء كبير جدا من دور الدراما، ده مش موجود في السينما بس هو الحقيقه مهمه اساسيه جدا للدراما. المسلسل ده كان اخراج الاستاذ احمد السبعاوي، وده اصلا كان مخرج سينمائي وتطور ودخل عالم الفيديو ودخله من وسع، وعمل يعني عدة مسلسلات، وهو كان شاطر جدا ودؤوب يعني سريع في التقطيع المشاهد وفي الإخراج وبتاع، يعني كان بيعمل شغل جيد بسرعة عالية جدا رحمة الله عليه. وأنا بقول اللي ما شافش المسلسل ده بيتعاد كتير الأيام دي، يا ريت يتفرج عن روعة الأستاذ محمود ياسين وأداؤه المتميز دائما.